اي. اسم التلميذة؟ سارة عبد الخالق أحمد. سارة عبد الخالق أحمد. أنتِ بالقادسية الأولى؟ إيه صحيح. بالقادسية الأولى. قريبة على المدرسة، ما تجين بخط أنتِ، يمكن مشي؟ لا لا، مشي مشي، يعني قريبة. مشي. أها. تتفقين ويا الصديقة وتجين لو بحدك تجين؟ لا لا، وحدة يعني عادي، يعني أها. قريبة يعني. تمام. منو درسك بالأول؟ صف أول تذكرين؟ ست نادية. أها، ست نادية صالح. إيه. تمام. ثاني ثالث رابع ما تتذكرين منو كان عربي؟ بالثاني أتذكر ست شيماء. أها تمام. بالثالث ست وفاء، وبالرابع ست براء، وبالخامس ست حليمة، وهسه أستاذ علي. تمام تمام. ممتاز. زين. سارة عبد الخالق بيتهم بالقادسية الأولى. انتوا شقد بالبيت؟ أخوة عندك أخوات؟ لا، بس ثاني. فقط احنا انت. ثمان اشخاص. اي، ثمان اشخاص او تسعة. أها. انتي ببيت جدكم ساكنين؟ اي بيت جدي. تمام. ما عندك غرفة خاصة للقراية لأن هذا يأثر مرات. الصراحة ما عندي، بس احنا مثلا يعني مو كل يعني بالبيت، يعني عندي مثلا خوالي من يروحون يشتغلون، فيعني اكو غرفة تكون ما نعم. بيها صوت، يعني اروح اقري بيها. اي بس تدرين انت بهاي الحالة بطلة لأنه البيت اللي خلينا نقول عددهم هواية أو ما يتوفر به غرفة يصير شوية بيه أصعب يعني من البقية. فأنت هذه نقطة إيجابية ينحسب لك يعني. صح. تمام. آه نقول أنه دوامنا صباحي. اوكي. بيت سعادة تقعدين؟ بالصراحة اقعد. طبعا نحكي كلها آه، بالصراحة. تمام استاذ، يعني بالايام العادية او بالشهري؟ لا لا، يوم عادي بداية دوام، تونا اقعد استلمنا ساعة. كتب صار اقعد ساعة تحاضير. بالستة. بالستة بالستة. مثلا. لأنه مرات أقعد الساعة 6:30 أو بالستة، مثلا عندي تحضير يومي أقوم أراجع زين. حتى يعني. إيه. زين نحكي الصحيح، احنا دا نقعد لو هم يقعدون الا هم يقعدون. لا الصراحة، أمي تقعدني، تحط يعني منبه، هي تقوم قبل بعدين أنا أقوم. تمام تمام جيد. قمنا راجعنا على السريع، عندنا تحضير يومي، راجعنا إيه. إيه. بدلنا تريقنا جينا للدوام. إيه. نرجع ب 12 ونص تقريبا نوصل للبيت. ايش راح نسوي؟ إيه. والله صراحة أستاذ، لما أرجع طبعا يعني أول شيء أبدل، تمام. أغسل وجهي وراها، أقعد شيء كذا أتغدى. نعم. وراها أقول لأمي شنو عندنا تحاضير، نعم. بعدين أروح أنام. آه. أقعد لي. فتنامين الظهر، يعني نوم الظهر طبعا هذا شيء صحي ومفيد يعني لجسم الإنسان. تقريبا جدة تنامين؟ يعني إذا مثلا عندي مواضيع هواية، يعني دروس هواية، أقعد من وقت. تمام، حسب الدروس. أي حسب زين. الدروس أنا. تمام. بعدنا احنا بهذا اليوم احنا ما عندنا امتحان شهري، قرينا بس، أي. خلصنا مراجعة، حلينا تمارين، كتبنا الواجبات. أي. ايش راح نسوي وراه؟ موبايل مثلا؟ وراها. جيم؟ وراها يعني والله الصراحة كل شيء ما أسوي، يعني نعم. لحد ما بقعد لا على التلفزيون لا على الموبايل، لأني ممنوعة من هاي الشغلات بوقت الدراسة. اي هذا شوف هذا الصراحة حلوة. اي بمعنى يعني حتى الموبايل ينسحب لو لا. اي موبايل يعني انشال نهائيا، يعني حتى ما اعرف مكانه. اها تمام تمام ممتاز. اي بالساعة أستاذ ننام بالليل. يعني بدون ما اقاطعك استاذ، يعني اذا ردت اسوي مراجعة ثانية، يعني هيك اذا ردت مم. ثانية. فيصير تكرار اي. بالمراجعة. اي. تمام. بالساعة ننام. والله انام من وقت. بيش يعني؟
تقريبا ساعة 10. تقريبا 10. تمام ممتاز. قعدنا الصبح ثاني يوم، رجعنا قالوا عندنا امتحان شهري، ايش راح نسوي؟ قصدك استاذ ما نرجع على البيت؟ اي، كملنا دوام وصار اعلنوا جدول، استاذ ميثم كتب لنا الجدول، صار عندنا جدول شهري، ايش راح نسوي بهالحالة؟ بهاي الحالة هم يعني أبدل وهم أغسل وجهي وأقعد أكل وأنام لي لحد الساعة 3 أقعد تمام. الظهر. نعم. ووراها أبدي أقرأ. مو كملت يعني أخذ نعم. لي استراحة 5 دقايق وراها أبلش باليوميات. اها. فتبدين بالشهري وبعدين تروحين على إيه التحاضير يعني اليومي. أستاذ إذا ما بديت بالشهر حدي باليومي هنا أنا راح يعني متأخر، راح أصير متأخر. ممتاز ممتاز، تفكيرك صحيح. هاي الفكرة منك لو من ماما؟ والله صراحة أستاذ يعني نص ونص، يعني هي مرة هيك نوصل. تقول يعني هيك يعني. تمام تمام، بس هو فكرة صحيحة لأن هو الشهري خلينا نقول أهم من يعني إيه. اليومي، فأني أقرأ بالبداية أخلص من عنده وبعدين أروح للامتحان اليومي. إيه عندنا امتحان شهري باكر، بيجد الساعة ننام؟ يعني ساعة بيش أنام. أنام لي ساعة يعني حسب أنا يمت مكملة. مم. مثلا نقول أستاذ أنا كملت زين. ساعة بالتسعة كملتاني. نعم. وراها أني ساعة 9:30 لازم أني أكون نايمة. ممتاز. زين، انت طلعتي اولى، نسألك نقول المادة اللي هي اكثر تطولين بالقراية مالتها، خلينا نقول اصعب. بالوزاري. لا، حتى اللي بالشهري يعني. تمام. الصراحة أستاذ إنه يعني المادة يعني شوية يعني تكون صعبة ويراد لها تركيز. نعم. هي العلوم نعم. والرياضيات يراد لهم تركيز كلش. ممتاز يعني صحيح. يعني هاي حفظيات وهاي فهم، يعني صح. الواحد لازم يكون يعني مركز بدقة. ممتاز صحيح. واسهل مادة بالنسبة لسارة عبد الخالق؟ والله الصراحة أه يعني إسلامية وعربي واجتماعيات، يعني الصراحة كل مواد يمي سهلة، بس يعني أنا جاي أقول على المواد اللي يعني لازم الواحد يركز عليها. صح. فاحنا إيه. نقول الرياضيات والعلوم هن اكثر مادتين تطولين بيهم، يعني يحتاجون وقت إيه. اكثر، والبقية إيه. وقتهم قليل. أه صار عندك مصدر خارجي للدراسة، يعني كان يوتيوب مثلا او ملزمة او يعني؟ يعني قصدك أستاذ مثلا إذا أني يعني عندي ملزمة وأقرأ على اليوتيوب. اي مثلا رياضيات مثلا خلينا نقول، او العلوم او غير مادة يعني. أستاذ رياضيات أقرأ على اليوتيوب، لأنه زين. يعني هاي لازم حتى يعني أراجع المادة. يعني أنا اي مفتهمة لازم أرجع أراجعها النوم حتى أعرف إنه أنا هذه المادة فاهمتها أو لا. تمام. نقدر نعرف اسم المعلم او المعلمة اللي يتباعي باليوتيوب؟ رياضيات. اي. الصراحة أستاذ أستاذ جواد الشويلي أقرأ عليه ومرات على ست مريم. اها. مو تدرين شنو انا اسألك جواد هسه الشويلي اني؟ وست مريم. العفو ما سمعتك، اي شنو؟ الأستاذ علي جواد الشويلي وست مريم. تمام. أنا راح يعني يعني بالسنين القادمة طلاب يسألون مثلا يراسلوني منو مباوع منو ما مباوع، فأنا استفاد من تجربتك. راح أقول مثلا عندنا طالبة طلعت أولى على المدرسة تباوع على ست مريم وعلى أستاذ علي الشويلي. هذا يعني يجيش حسنات، خلينا نقول أنت، لأنه تدليهم على اللي يعني يستفادون من عنده. إيه. أه، غير الرياضيات ما باوعتي على اليوتيوب، يعني غير مادة قصدي ما احتاجتي. مبلا أستاذ مبلا أستاذ يعني شيء أكيد راح أقول مثلا عندي الإنجليزي. امم. الإنجليزي أبغى عليه على اليوتيوب، والرياضيات والعربي همينة. أما بقية المواد أشوف يعني ما مثلا الحفظيات ما بوع عليه هناني. صح، ما يحتاج. بس الفهميات يعني أنا لازم أبغى على اليوتيوب، لأنه يعني هاي الشي فهم. يعني امم. الفهم
يراد له تركيز، يعني يراد له مراجعة أنا أعرفه. تمام. بالإنجليزي منو كنت تباعين؟ كنت أقرأ عندي ملزمة همينة، كنت أقرأ على أستاذ علي الغرابي. مهم. تمام. شنو المادة الأخرى ذكرتيها أنتي؟ قلتي إنجليزي إنجليزي ورياضيات. إنجليزي ورياضيات. تمام. وعربي همينة أستاذ. عربي. العربي من كان باليوتيوب؟ آه دقيقة أستاذ خل أتذكر. عربي كنت أقرأ على شو اسمها. حتى لو بعدين تدزيلي برسالة اسمه مو مشكلة. تمام تمام. زين، وصلنا نصف السنة. لا العفو، قبل نصف السنة. هذا احنا بدنا نحكي دوام صباحي. إيه. بدنا نقعد بالستة وننام بالتسعة، تسعة ونص، حسب الوضع يعني. إيه. اليوم. ما قاطعك، تذكرت العربي أقرأ على أستاذ أحمد الموسوي. ها تمام، عاش سيدك بطلة. زين، اليوم احنا دوامنا مسائي. يعني إيه. تقريبا احنا 4:30 بدنا نطلع، 5 بدنا نوصل إيه. بالبيت. ايش راح نسوي؟ انت اصلا تكونين متغدية؟ لو تتغدون العصر، لو شو تسوي؟ والله صراحة أستاذ، أقعد لي من أقعد من النوم، يعني شلون هيك ريوق خفيف أسوي. اها. تقريبا إيه. بالتسعة هيجي. إيه تقريبا هيك. نعم. آه، همينة أبى همين أقوم أراجع، يعني شي كذا، يعني قبل لا أروح لازم أراجع شوية. لازم، هذا ضروري انه قبل الروحة للدوام اكو مراجعة إيه يعني مو يعني مراجعة مركزة، وإنما هيك يعني شلون يقولون، سريعة. إيه مراجعة سريعة. تمام. وأبدي وراها أروح على الدوام هيك. مم. رجعنا بالخمسة، إيه. شو نسوي؟ والله أستاذ همين، يعني همين أغسل وجهي وأبدل، وأقول أكيد التحاضير لازم يوم بيوم أقولها لأمي شنو، لين لازم تعرف. وراها أقعد من النوم مم. وأبدي أقرأ. مهم. إيه. وننام بالتسعة، تسعة ونص. زين، عندنا امتحان شهري باكر. يصير عندك تأخر بالليل يعني على مود الامتحان، لو تجزئينه، لو شو تسوي؟ يعني إذا كنت مساي باكر عندي امتحان قصدك أستاذ؟ اي يعني نقول مسائي وباكر هم مسائي. يعني انت راجعة الظهر وباكر هم مسائي. صحيح. إذا ردت أنام، مثلا أنا رجعت ساعة بالخمسة، الساعة نعم. 6 أنا لازم أقوم. مهم. إيه الساعة 6 أنا لازم قايمة. تمام. اي قلنا وإذا نمنا بالليل. نمنا كنت ضابطة بالليل. المادة، نعم. إذا كنت ضابطة المادة، أقعد لي ساعة 6:30 أو بالسبعة هيش تقريبا، إذا أنا ضابطتها وأعرفها، يعني أنا أعرف روحي راح أجيب بيها نتيجة زينة، أقعد هيك تمام. ساعة. جيد. الصبح بيش قعدنا دوامنا مسائي طبعا، هم بالتسعة. مو مرات بالتسعة، مثلا مرات أقعد الساعة 8:30 أو بالتسعة هيش. قبل او بالتسعة، يعني بهالحدود. زين. مم. وصلنا لنصف السنة. ايش صار آه. بالبيت؟ انذار مو إيه إنذار أكيد. طوارئ يصير. إيه. زين. شلون قرينا بنصف السنة؟ والله بنصف السنة، يعني قصدك أستاذ يعني شلون قرأت، شلون نظمت الجدول؟ اي نعم. آه من الشفهي، لما كملت الشفهي، نعم. من رجعت أخير شي من الشفهي بديت أقرأ، يعني مو ثاني يوم. تمام. إيه يعني نامت، نمت شوية وراها قعدت قمت أسوي لي جدول للنصف السنة. مهم. إيه. أه يعني تبدين بمادة معينة، لو شلون؟ يعني تخلين مادة مثلا بالبداية بنصف السنة، آه، يعني يعني قبل لا مثلا يصل، قصدي قبل لا يصل موعدها يعني. هسه احنا إيه. لانه بالشفهي انت قبل يعني خلينا نقول قبل مدة من الامتحان ده إيه. تمتحن. اي يعني مثلا اقرا رياضيات قبلها، قبل المواد البقية، لو لا؟ أستاذ أني مثلا من قرب امتحان نصف السنة نعم. أخلي المادة
اللي راح امتحنها مثلا باكر اخليها اخير يوم، اها. حتى اقدر، حتى تبقى ببالي، لان اذا ابدي من البداية بيها فهيك اني راح اتشوش بيها. ذكية، احسنتي. احنا كنا من طلاب هم يعني نعكس الجدول، خلينا نقول. يعني اللي ايه. هو مثلا يومه باكر نخليه اخر واحد، يصير حتى قريب على يوم الامتحان. امم. تمام. بالوزاري الطوارئ والانذار يصير مضاعف. ايه. من- 10% يصير. منو كتب الجدول؟ انت سويتي جدول نفسك لو ماما ساعدتك لو لا، هي كتبت؟ خالتي ساعدتني، هي نظمت لي الجدول. إيه، هي معلمة لو لا؟ لا، هي طالبة سادس إعدادي. ما شاء الله ما شاء الله، هي يعني هم عندها خبرة اكيد، لان هي شلون بدها إيه. تدرس. إيه. تمام. ممتاز. يعني تقريبا كل الاشياء اللي نريد نسألها سألناها. تحبين الرياضة لو فنية؟ درس الرياضة لو الفنية؟ والله أستاذ أنا ما فرق بيناتهم، يعني اثنيناتهم يعني أحس نفس الشيء. يعني ما مهتمة، خلينا نقول درجة أولى لا بفنية ولا برياضة؟ لا أستاذ، هذين يمين مهمات. هو مهمات صحيح، بس أنت كيمك يعني أكو واحد مثلا عنده حب للرياضة، موهبة بالرياضة مثلا. أكو إيه. واحد لا يقول أني رسم مثلا، أو نشيد أو هيك يعني. إيه فأنت صح. من يا فريق؟ والله ما عندك يعني، الفنية. خلينا نقول. نعم. الفنية أنا أحس لأنه الفنية يعني أحب يصير عندي موهبة بالرسم. موهبة بالرسم، بس ما عندك محاولات يعني، ما رسمتي أو انطيتي فد إيه. وقت للرسم هواي؟ إيه. تمام. آه، أيام الخميس، خميس هسه هذا احنا داخلين بالإنذار يومية، عندنا شهري ما عندنا شهري، أنا داخل إذا خميس ثاني يوم جمعة، ما يصير يعني رفع للطوارئ، يعني نتأخر بالليل مثلا؟ هاي بوقت الوزاري يعني قصدك لا أستاذ لا، يعني بين بالأيام الظهر وين العادية. هذه؟ خلينا أيام ناخذها بالأيام العادية العادية. أمم. صراحة أستاذ، أيام الخميس تكون استراحتي. زين. نسهر بالليل؟ لا لا، شي أكيد هذا لا. يعني بكل الحالات انت الايام مسوية يمك. إيه. إيه. اذا دوام اذا مو دوام. إيه. تمام. ثاني يوم جمعة عطلة. إيه. إيه. شنو الشيء الترفيهي اللي تسويه؟ يعني شنو أستاذ يعني؟ ما يعني فهمت. ترفيهي مثلا، اني هسه الزم الموبايل مثلا، اقلب ريلزات او اشوف فد شيء يضحكني، اشوف فد شيء يعني يونسني كذا، لانه عطلة عندي راحة. لا انت أستاذ، أنا أيام الجمعة أقضيها قراية، يعني بس أيام الخميس استراحة، ثاني يوم قبل قراية. عافية عليك، عافية عليك. تمام تمام. الله يساعدكم والله، طلاب انتم تعبانين هواية. تمام. زين، هذا بالنسبة إلى الخميس الجمعة، وأكيد السبت طبعا ده نتهيأ لثاني يوم عندنا أحد، عندنا دوام. أه زين. بالأكل ماكو شيء مفضل تحبيه؟ لا، أنا ما فرق بين الأكل، كله نفس. لأنه أنت مركزة بالدراسة، فما يبين فرق عندك في شيء. إيه. إيه. تمام تمام، الله يحفظك إن شاء الله. لا. يعني تكلمنا طبعا عن أغلب المواضيع. هسه بالعطلة شنو برنامجنا؟ بعطلة يعني خير السنة. يا أخي السنة بعد نجحنا طلعنا الأول، بعد شو نسوي؟ والله أستاذ هنا تبدي المكافآت. يا الله يا الله، هي إيه. جيد. تمام. إيه يعني اكو شيء يكافئون. محدد هم محددين شيء لو هيك بعدكم ما متفقين؟ لا والله، هم دائما يقولون مثلا أنا ليش أريد أتعب روحي، مثلا أكو مثلا شيء ببالي أني أحب أجيبه، تمام. أحب يعني آخذ هاي الشيء، فهم من يقولوا لي يعني، يقول يعني سوي لي شيء وأسوي لي شيء. حقك، حقك محترم إيه. هذا. دليل انت راقية، يعني انسانة راقية، هذا يصير اتفاق اعتيادي.
يعني إيه هسه الله سبحانه وتعالى همنا يقول لنا مثلا اصبروا لكم جنة، سوي فلان شيء لكم كذا، مو هيك؟ فهذا شيء إيه طبيعي، شيء جيد. ماشي، يعني أنا بالنسبة لي استكملت كل الأسئلة تقريبا اللي بالي. إيه أتمنى لك موفقية، أنت إنسانة راقية مؤدبة، وإن شاء الله تعبك تعب ماما وتعب جدتك ما يروح ببلاش إن شاء الله. أستاذ. نتمنى تستمرين بالتفوق، وفكري بهاي مال المدارس المتفوقين والمتميزين، بيها امتيازات والله كلش أستاذ أنا من قوية هسه جاي ترتاحين. أفكر، من هسه يعني أقول يمتى أبدي أقرأ. الله يحفظك. اي، فهي بيها امتيازات بس هي مو سهلة يعني. احنا شفنا طلاب كانوا اقوياء وللاسف يعني ما تمكنوا، وشفنا لا اقوياء واستمروا، فهي تريد يعني عزيمة، خلينا نقول قوة يعني تريد. صحيح. اي، فكروا بها زين، ادرسوها من كل الجوانب، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقك للشيء الصحيح. شكرا أستاذ. اكو اسئلة شخصية. أه انت ما تصلين يمكن او تصلين؟ لان أصلي ما ذكرتي بالتفاصيل انه يعني مثلا اصلي او لا. يعني شو أستاذ؟ يعني هل اثرت الدراسة يعني انت هسه عليك ضغط كلش كبير، فهذا ياثر على اي واحد. ممكن ينسى صلاة، ممكن مثلا ما يقدر يصليها، ممكن كذا، يعني لا من هاي الجهة. أستاذ يعني طبعا الصلاة أهم من كل شيء، فيعني الصلاة هم يعني أنا كل شيء منظمته، فيعني أخذ لي مثلا أنا واصلة راح أكمل الموضوع، فهسه بدأ وقت الصلاة أنا لازم أقوم أصلي. ممتاز ممتاز. لأنه هو احنا نفكر بالصلاة لازم بطريقة أخرى، نقول هي هم تساعدنا بالدراسة. الله سبحانه وتعالى يعني سارة عبد الخالق حتى لو هي قوية بالحفظ وقوية بالفهم، بس احنا أني وأنتي وكلنا نبقى نحتاج الله سبحانه وتعالى إيه صحيح. يوقف لنا، ما يخلينا ننسى. ماشي يعني ماشي. أشوفك بخير، وأي وقت تحتاجين شيء حول الدراسة استشارة كذا يعني موجود حاضر إن شاء الله. شكرا أستاذ. سلمين على ماما وعلى جدتك وعلى الجميع إن شاء الله. يوصل أستاذ. مع مع السلامة أستاذ. السلامة، مع السلامة، هلا بنتي.